التنسيقيه الوطنيه للاساتذه اللي نفرض عليهم تعاقد. الاستاذه صفيه كيجي استاذه فرض عليه التعاقد من داخل مديريه برشيد. الحدث اللي تفاجئنا به البارح هو ان المدير الاقليمي من داخل مديريه برشيد وضع شكايه ضدي لدى وكيل الملك بتهمه تحريض الاساتذه وعرقله السير العام للمؤسسات. تحريض على ماذا؟ على الاضراب حق مشروع ومخوله من طرف الفصل 29 من الدستور المغربي. اذا الاساتذه واعيين وماشي قاصرين باش نقولوا اننا كنحرضوهم، الاساتذه عارفين ما لهم وما عليهم، هما فقط كيمارسوا حقهم الدستوري في الاضراب. اذا هذا كيبان لي انه ضرب في الدستور، وكذلك ان التحريض اللي كيتحدث عليه المدير الاقليمي انا كنقول ليه واش كاين شي واحد من مدراء ديال المؤسسات داخل مديريه برشيد دار بيا شكايه، ولا بالاحرى لقاني انا كندير هذا الفعل اللي سماه هو التحريض، مع العلم ان ما كاينش تحريض رغم هي مجرد تعبئه ومجرد دعوه للاضراب فقط. اذا هنا واش كاين شي شكايه ضدي من طرف المدراء في المؤسسه التعليميه في برشيد؟ كذلك هذه التعبئه اللي كنقوموا بها يعني في اطار نقولوا في اطار العمل النقابي الى حاليا ولات جريمه ولا تحريض. اذا هذا تجريم ككل للعمل النقابي من داخل هذا الوطن. كذلك كنقول لهذا المدير الاقليمي اودي كان الاجدر انك تستدعينا كاساتذه فرض علينا التعاقد من داخل الاقليم من اجل باش تحل المشاكل العالقه بالاقليم، ومن اجل باش تصنت لنا كاساتذه بحكم انك الممثل ديال الوزاره على القطاع في الاقليم. كذلك كنقول ليه بان الشكايه اللي توضعت ضدي اليوم اللي حاليا انا لحدود الساعه مازال ما توصلتش بها، ولكن كنتفاجئ انني توصلت بها غير عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي ربما انتم كذلك توصلتوا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كنقول ما الهدف اولا من تسريب هذه الشكايه؟ اذا الا كانت شكايه خاصها ربما تدوز على المساطر القانونيه اللي خاصها تدوز منها. الهدف من تسريب هذه الشكايه شنو هو؟ وكنقول ليه اليوم الا كانت هذه الشكايه ضدي كاستاذه فهي ليست ضدي فقط، ولكن ضد 70,000 استاذ فرض عليهم التعاقد في هذا الوطن. الاساتذه اليوم كان شكل احتجاجي بمدينه برشيد شكل جهوي تضامنا معايا كشخص، وكذلك التنديد بهذه الممارسات المشبوهه لهذا المدير الاقليمي اللي بصراحه هذه الممارسات لا تليق بشخصه كمدير اقليمي. فاليوم الا كان انزال جهوي فاكيد انه غدا ولا بعد غدا يقدر انه يكون انزال وطني، و70,000 أستاذ مستعدة أنها تنزل لمدينة برشيد للتعبير عن التضامن ديالها معايا كشخص، وكذلك التنديد بهذه الممارسات ديال هذا المدير الإقليمي. وتحياتي.